ازيكم شباب سنه اولى ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين. النهارده هنشتغل مع بعض الدرس الثاني اللي بيتكلم على الحياه الاقتصاديه عند الفراعنه. لما اجي اقول لك حياه اقتصاديه يعني انا اقصد بيها 3 حاجات: زراعه، صناعه، تجاره. طيب الزراعه هتيجي منين؟ قال لك الزراعه هتيجي من نهر النيل. يبقى نهر النيل هو سبب من اسباب ازدهار الحياه الاقتصاديه عند الفراعنه، لان نهر النيل ده اللي هيساعدني على مجال الزراعه. طيب حلو الكلام. تاني حاجة بالنسبة للصناعة، أنا هصنع إزاي؟ قال لك إحنا هنصنع عن طريق الأحجار والمعادن. يبقى الأحجار والمعادن، تعالى كده نطلع لون مختلف وليكن مثلا الدرجة دي. الأحجار والمعادن هي اللي هتخليني أصنع بيهم. يبقى دي في مجال الصناعة، ونقدر نعمل من الحجارة أهرامات، ونقدر نعمل من المعادن شوية تماثيل حلوة، ونقدر نعمل حاجات كتيرة من الحجارة والمعادن. تالت حاجة الموقع المتميز. والموقع المتميز يا شباب وجود مصر على سواحل 2 بحر أحمر وبحر متوسط هيساعد إن مصر تبقى مركز تجاري وحضاري عالمي، فبالتالي هيساعدنا في مجال التجارة. يبقى أنا عندي الزراعة والصناعة والتجارة متاخدين من كام حاجة؟ من 3 حاجات: نهر النيل يعمل لي زراعة، أحجار ومعادن تعمل لي صناعة، والموقع المتميز هيعمل لي تجارة. تمام كده؟ تمام. طيب نكمل. يبقى أنا النهاردة في الدرس بتاعي هتكلم على 3 حاجات بالنسبة لي هم أتفه من بعض: الزراعة والصناعة والتجارة، ونشوف الفراعنة كانوا بيشتغلوا إزاي أو كانوا عايشين حياتهم الاقتصادية إزاي، المواد بتاعتهم ودولتهم العظيمة عملوها إزاي اقتصادية. تعال نمسك أول حاجة الزراعة. وزي ما انت المفروض بديهي عارف من وانت في 4 أو 5 ابتدائي ان يا شباب الزراعة دي اهم حاجة في مصر، لان مصر بلد زراعية، وان كل الخير اللي كان عند الفراعنة كان بسبب اهتمامهم بالزراعة. هم لولا استقرارهم عند نهر النيل واهتمامهم بحرفة الزراعة ما كانتش مصر قدرت تعمل الحضارة العظيمة اللي احنا عارفينها دي. يعني مصر زي ما انت عارف هي بلد زراعية في المقام الاول. طيب وبالتالي الزراعة عند الفراعنة خلت الفرعون أو المصري القديم مرتبط جدا بأرضه وبيحب أرضه، لأن الزراعة ادته خير كتير وادته محاصيل كتيرة. وكانت مصر يا جماعة من أغنى دول العالم في الوقت ده، وكانت أهم دولة وكانت أول حضارة تتعمل، لأن الفراعنة لما اهتموا بالزراعة بدأ إحساسهم بأرضهم يرتبط. عارف لما يبقى حاجة بتاعتك وملكك كده فتبقى حاسس إن دي بتاعتك أنت محدش يقدر ياخدها منك، فكانت مخليه الفراعنه مرتبطين جدا بالارض بتاعتهم وبيدافعوا عنها دفاع مميت، لان هي اللي كانت مدياهم رخاء ومدياهم خير وثروات. واهم مصدر من مصادر الدخل القومي عند الفراعنه زمان كانت حرفه الزراعه. تمام. عشان كده يا شباب يجي يقول لك ايه؟ اعتبر المصري القديم وطنه خير الاوطان. الفراعنه يا جماعه كانوا بيحبوا بلدهم جدا جدا، وعمرك ما تشوف مصري القديم ابدا كان كاره بلده او ما كانش عايز يعيش فيها، بالعكس كان دايما شايف ان مصر دي اعظم بلد في العالم. طيب تعالوا نتكلم في الحياه الزراعيه على 4 نقط مهمين، ولو انت اخدت النقط دي يبقى انت كده خلصت جزئيه الزراعه. الزراعه يبقى انا عندي هتكلم على ايه المحاصيل الزراعيه اللي كانوا الفراعنه بيزرعوها، وايه نوع الملكيه الزراعيه، يعني الاراضي الزراعيه كانت ملكيتها عامله ازاي او بتاعه مين، ودور الدوله في التنميه الزراعيه، ازاي الملوك الفراعنه كانوا بيهتموا بالاراضي الزراعيه. وبعد كده نشوف تربيه الحيوانات والصيد، لان انت عارف ان دايما مع الزراعه في تربيه حيوانات. تعالى نمسك بقى نقطه نقطه كده ونشرحها بالتفصيل وبالراحه وعلى قد فهمك وعلى قد دماغك. انا معاك يا سيدي. اول حاجه المحاصيل الزراعيه. طبعا انت عارف ان مصر مناخها متنوع، وتنوع المناخ يعمل تنوع في المحاصيل الزراعيه. يبقى احنا عندنا ايه؟ اغنيه حلوه بتقول ايه؟ تنوع المناخ يديني تنوع محاصيل، تنوع المناخ يديني تنوع محاصيل. فبالتالي انا عندي محاصيل كتيره ومتنوعه، فبالتالي يجي يقول لك ايه؟ كانت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل. يبقى مصر يا جماعه كانت مكفيه نفسها، ما كانتش بتستورد اي حاجه من بره، ما كانتش بتاخد اي حاجه من بره، عندها محاصيل وبزياده. ده في الطبيعي في الايام العاديه، ما عدا، ركز بقى في الجمله دي، ما عدا فترات الكوارث وقله الفيضان. لو حصل بعد الشر كارثه او مصيبه او الميه بتاعه نهر النيل قلت، فما كانوش بيعرفوا يزرعوا كميه المحاصيل اللي بيزرعوها، فساعتها ما بيحصلش اكتفاء ذاتي من المحاصيل. يبقى وقت ما بتحصل ايه؟ مصيبه، كارثه،
يحصل ايه؟ يحصل عدم اكتفاء ذاتي، يعني ما بيكونوش مكفيين نفسهم في المحاصيل الزراعيه. طيب ايه المحاصيل اللي كانت بتتزرع يا مس مارينا عموما؟ تعالى كده نعدها مع بعض. قال لك كنا بنزرع حبوب غذائيه، يعني حاجات بتتاكل، ودي اهم محاصيل لان دي الحاجات اللي هي اساس حياتك اليوميه، اللي هي القمح والشعير اللي بيتعمل منهم الدقيق وبيتعمل منهم العيش. الخضار عندنا بصل وثوم وخس. البقوليات عندنا عدس وفول وترمس. الالياف اللي هي النباتات اللي بيتعمل منها الهدوم، الكتان. اوعى تقول لي الفراعنه كان عندهم قطن، اوعى تقول لي الفراعنه كان عندهم او بيزرعوا حرير، لا، الفراعنه كان عندهم ايه يا شباب؟ كتان. يبقى اهم حاجه عندهم ايه؟ كتان. طب بالنسبه للاشجار المثمره اللي هي الفاكهه، انا عندي الفاكهه عندي عنب وبلح وتين، والنباتات الزيتيه اللي بيتعمل منها زيوت السمسم. طيب انت جيتي قلتي لي فوق يا مس مارينا كانت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل فيما عدا فترات الكوارث وقله الفيضان، يعني لما كانت بتحصل مصيبه وكارثه. طب لما كانت بتحصل مصيبه وكارثه كانوا بيعملوا يا مس مارينا؟ كانوا بيقعدوا يحطوا ايدهم على خدهم كده وقت المصيبه ما تحصل ويفضلوا يعيطوا ويموتوا من الجوع؟ هل كان بيوصل لدرجه ان كان عندهم مجاعات والناس بتموت؟ قال لك لا يا سيدي. المصري القديم عشان كان راجل ذكي وراجل بيشغل مخه على طول، فكان عنده حاجه اسمها الصوامع. كان حاجه عنده اسمها ايه؟ الصوامع. ايه الصوامع دي؟ الصوامع ده يا شباب بسهوله بسيطه كده مكان بيجمع فيه ويخزن الغله. الغله دي اللي هي الحبوب الغذائيه، اللي هي القمح والشعير، خد بالك، اللي هي بيسموها الحبوب الغذائيه. دي الاكل اللي هو القمح والشعير اللي كان بيخزنه وبيشيله لما كان بيبقى عنده بزياده، عشان لما تحصل له مصيبه سودا يبقى عنده استبن، يبقى عنده حاجه احتياطي تكفيه وتاكله. طيب وكانت تبنى على شكل مخروطي، لها فتحه من فوق بيطلع فيها العمال على سلم عشان يحط الغله، ومن تحت المبنى ده في باب بيتاخد منه الغله وقت الحاجه. طب يا مس مارينا معلش ارسم لنا كده الرسمه دي ببساطه شديده كده، ولا يهمنا نكمل عادي. ببساطه شديده كده اهو، بتاع شكلها مخروطي كده وليها فتحه من هنا، ده الباب اهو، تمام. بص بقى بيحصل ايه؟ الفتحه دي ده سلم اهو، وفي فتحه من فوق، يطلع العامل على السلم ده ويروح حاطط الغله، فتفضل الغله تملى الصومعه كده، تملى الصومعه تملى الصومعه تملى الصومعه. يبقى الصوامع دي كانوا بيحطوا فيها الايه؟ الحبوب الغذائيه، الاكل بتاعهم، علشان لما يحصل لهم مصيبه يبقى عندهم ايه؟ استبن، وعندهم كميه ياكلوا منها عشان ما يحصل لهمش حاجه. تمام؟ وقت ما يحصل الكارثة أو وقت ما يحصل قلة الفيضان، يروح الراجل أو الملك يفتح الباب ده ويروح مطلع منه شوية غلة ويروح قافل الباب إيه؟ الباب تاني. يبقى أنا بتكلم على حاجة هنا اسمها إيه يا شباب؟ الصوامع. وخد بالك لأن المعلومة دي بتيجي في الامتحان مهمة جدا جدا جدا. اسمها إيه؟ اسمها الصومعة. اسمها إيه؟ الصومعة. طيب حلو. ده بالنسبة للأراضي ده بالنسبة للمحاصيل الزراعية. بالنسبة بقى للملكية الزراعية، قال لك بص يا سيدي، كل الأراضي الزراعية ملك الفرعون. إيه ده؟ يعني الفرعون الصغير ما عنديش حتة أرض. قال لك لا، ركز بقى، الأراضي كلها ملك لمين؟ ملك الفرعون الملك المعظم بتاع مصر. والفلاحين اللي هو انا وانت والناس كلها بيقوم بزراعه الارض. طب حلو، يعني فرعون الارض بتاعته واداني حته ارض كده فدانين، انا بقى بنعمل بيها ايه؟ انا بنزرعها. طيب وبعدين قال لك ايه؟ زرعنا الفدان دي مثلا وليكن طن قمح. الطن القمح ده انت بتسلم منه الجزء الكبير من كميته للدوله كنوع من انواع الضرائب، واللي متفضل بتاخده انت تاكله انت وعيلتك واسرتك. تاني، يعني انا لو زرعت يا مس مارينا طن قمح من الفدان اللي الفرعون اداهوني، ادي للملك بعد ما خلص زراعه والقمح نشيله ويتم حصاده، ادي له مثلا 3/4 الطن، والربع اللي متفضل ده بنشيله في البيت عندي نطحنوه ونعمله منه اكل انا والعيال بتاعتي وناكل منه.
تمام ركز. يبقى الارض ملك لمين؟ فرعون. عشان كده يجي يقول لك ايه؟ كانت الاراضي ملكيه ملكيه لانها ملك لمين يا جدعان؟ ملكيه لفرعون. هل كانت في ملكيه للافراد؟ هل انا كفرعون صغير ليا حته ارض بتاعتي ملكي؟ قال لك لا، مالكش حته ارض ملكك. طيب مفيش ملكيه فرديه للاراضي الزراعيه ايام الفراعنه. ركز في المعلومه دي عشان انا هحتاجها الترم التاني. مفيش ملكيه فرديه للاراضي الزراعيه. طيب حلو الكلام. امال في ايه بقى؟ قال لك بقى في حتتين كده. افرض انا مش راجل فلاح، حلو، بس جندي من الجنود المخلصين للملك، او موظف كبير او وزير من الوزراء. الملك ممكن يعمل ايه؟ ممكن يديني حته ارض ليا هديه ببلاش وتبقى بتاعتي. ايه ده بجد؟ لو انت ركز بقى جندي من الجنود المخلصين او موظف من الموظفين الكبار او وزير، او ايه يا صاحبي؟ او وزير. ايه اللي يحصل وقتها؟ قال لك هنا الاراضي دي الملك بيديها او الفرعون بيديها للجندي المخلص او بيديها للموظف الكبير ده هديه. هديه تفضل ملك ليا، اورثها كمان لعيال عيال عيال عيالي، وفرعون ما ياخدهاش مني. يعني أنا لو فلاح الفرعون يديني الارض نزرعوها ونديله منها الجزء الكبير من المحصول كنوع من انواع الضرايب، واللي يتفضل ناخده ناكله انا والعيال. انما بقى لو انا من الموظفين الكبار او الجنود، ممكن الملك يعني نظير ان انا ان هو مثلا عايزني يبقى عندي ولاء وانتماء. ممكن خد بالك يبقى هو بيدور على ان الموظف ده او الجندي ده من الناس اللي هم بيطبلوا له، او من الناس اللي هم عندهم ولاء للملك، فيكون بيحبه قوي، يقول له بص يا واد يا موظف يا كبير، انا هديك حته ارض ليك انت وعيالك هديه، فتصبح هذه الارض ملك للموظف ده طول العمر ويورثها لعيال عيال عياله. تمام كده؟ تمام. يعمل بقى فيها الموظف ده او الجندي ده ما بداله. الحته الارض دي يتعمل فيها ما بداله براحته، عايز يزرعها يزرعها، عايز يسيبها يسيبها براحته، لانها كده كده ملكه وبقت بتاعته. ده علشان خاطر زي ما قلنا نوع من الولاء والانتماء اللي بيقدمها الموظف او الوزير او الجندي المخلص لمين؟ للملك. طيب في حاجة تانية بقى اسمها ملكية الأوقاف. ده نوع ثالث من الأراضي الزراعية. ملكية الأوقاف دي هي الأراضي الخاصة تمام بالمعابد والمقابر. ايه ده؟ زي الكنيسة او الجامع. مش الكنيسة او الجامع دول بيتبنوا على حتة ارض؟ الارض اللي بيتبني عليها الكنيسة او الجامع دي بنسميها ملكية الاوقاف. ولغاية دلوقتي في وزارة اسمها وزارة الاوقاف، دي وزارة مسؤولة عن الاراضي اللي بيتبني عليها اي حاجة دور من دور العبادة، كنيسة جامع. تمام؟ نفس الكلام بقى. زمان ما كانش فيه كنيسه وجامع، زمان كانوا بيصلوا فين؟ في المعبد او المقبره. الناس دي بقى زي ما انتم عارفين المقبره عندهم والمعبد دي حاجه دينيه، فكانوا يا جماعه الاراضي اللي بيتبني عليها المعابد والمقابر اسمها ملكيه ايه؟ ملكيه اوقاف. يبقى تاني جزئيه الملكيه الزراعيه، الاراضي كلها ملك الفرعون. تمام؟ الفلاح يزرعها يديله 3/4 المحصول كنوع من انواع الضرايب، اللي يتفضل ياكله هو وعياله. ادي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه، لو الفرعون عنده موظف كبير او جندي من الجنود المخلصين، يديله حته الارض دي ملك ليه، وراثه ليه هو وعياله، ويعمل فيها ما بداله. رقم 3 ملكيه الاوقاف. لو الاراضي دي تمام بيتبني عليها معبد ومقبره بنسميها ملكيه الاوقاف، ودي جزء يخص الايه؟ الجزئيه الدينيه. حلو الكلام؟ طيب يبقى انا كده خدت المحاصيل الزراعيه وخدت ايه يا شباب؟ وخدت كمان الملكيه الزراعيه. تعالى بقى شوف رقم 3، ايه دور الدوله او دور الملوك الفراعنه في ان هم ينموا الزراعه؟ على اساس يا مس مارينا انت قلتي لي ان الزراعه دي كانت من اهم الحاجات او اللي موجوده او اهم حاجه اقتصاديه في مصر. مصر بلد زراعيه. قال لك بص بقى يا سيدي وبالراحه وفتح مخك معايا في الحته دي بالذات. الفراعنه كل الملوك الفراعنه كان عندهم اهتمام رهيب بان هم ينهضوا بالزراعه نهضه كبيره. تمام؟ طيب احنا عندنا خدنا في الدرس اللي فات لو تفتكروا قلت لك انا عندي ايه؟ عصر عتيق،
ملك مينا، أسرة أولى وتانية. وبعد كده عندي إيه؟ عندي عصر الدولة القديمة من الأسرة 3 للأسرة 6. وقلنا عصر الدولة القديمة ده بيسموه عصر بناة الإيه؟ عصر بناة الأهرامات. وقلت لك إيه كمان؟ عندي بعد كده عصر الانتقال الأول، البلد ضعفت بعد الدولة القديمة، ورجعت وقلت لك عندي عصر الدولة الوسطى من الأسرة ال11 للأسرة ال12. تمام كده؟ أهو الملوك بتوع عصر الدولة الوسطى ماشي اهتموا بالذات، هم بالذات اهتموا بالزراعة اوفر دوز، اهتموا بالزراعة زيادة حبتين 3 4. انا مش معنى كده ان ما بقول لك ان ملوك العصر العتيق وملوك الدولة القديمة وملوك الدولة الحديثة ما اهتموش بالزراعة، بس ملوك الدولة الوسطى اهتموا بالزراعة شويتين 3 4. عشان كده في الدرس اللي فات لو تفتكر قلت لك لو انت فهمت الجزئية اللي فاتت هتعرف تفهم الجزئيات اللي بعد كده. عشان كده عصر الدولة الوسطى بنسميها عصر الرخاء الاقتصادي، بنسميه عصر الرخاء الايه؟ الاقتصادي. يبقى عصر الدولة الوسطى بنسميه عصر الرخاء الاقتصادي لان ملوك الدولة الوسطى اهتموا بالزراعة والصناعة والتجارة واهتموا بالجزئية دي جدا جدا جدا. طيب ملوك الدولة الوسطى اللي هم عصر الرخاء الاقتصادي اللي هم ملوك الأسرة ال11 وملوك الأسرة ال12، الناس دي عملت ايه؟ قال لك إقامة مشروعات للري. الري دي يعني يعملوا ايه؟ يعملوا ترع، يعملوا قناطر، يعملوا مثلا حاجه زي القناطر، ما كانش في زمان قناطر، يعملوا مثلا خزانات كده، حاجات تروي الاراضي الزراعيه. واقامه السدود للحد من اثار الفيضان. زمان يا جماعه ما كانش في حاجه اسمها السد العالي، زمان ما كانش في السد العالي، السد العالي ده لسه مبني سنه 1971 ايام الفراعنه بقى يا شباب. لما ما كانش في سد عالي كانت الميه في وقت من الاوقات بتاعه نهر النيل تيجي قويه جدا 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 فتروح مغرقه الاراضي الزراعيه، فالاراضي الزراعيه المحصول اللي فيها يبوظ. فكان الفراعنه او ملوك الفراعنه بيعملوا بيشغلوا دماغهم. هو عايز ايه؟ عايز يضرب عصفورين بحجر. اول حاجه الاراضي الزراعيه وقت الفيضان الميه ما تغرقهاش فالمحصول الزراعي ما يبوظ، وفي نفس الوقت الميه الزياده دي يخزنها ويشيلها عشان بيجيله فتره ميه النهر النيل منسوبها بيقل فبيبقى عنده ايه؟ عنده عجز في الميه، فيبقى الميه اللي مخزنها دي وقت الحاجه يحتاجها، فكان لازم يبني سدود. فمين الملك؟ هنعرف بقى من ملوك الدولة الوسطى اللي بنى سدود، هقول لك عليه دلوقتي. طب الراجل ده بنى سد اسمه سد اللاهون. السد ده يا جماعة موجود عند الفيوم، بيحافظ على مية نهر النيل ويخزنها وفي نفس الوقت بيحمي الاراضي الزراعيه من الفيضان بحيث ان الميه ما تجيش تغرق الاراضي الزراعيه. ده غير ان ملوك الدوله الوسطى زودوا مساحه الاراضي الايه الزراعيه عشان تفضل مصر بلد خير وزراعه ومليانه اراضي. حلو، يبقى تاني ملوك الدوله الوسطى عملوا ايه؟ عملوا 3 حاجات: اقامه مشروعات للري، اقامه سدود، وزياده مساحه الاراضي الزراعيه. حلو الكلام. واحد يجي يقول لي يعني السد اللاهون ده شبه السد العالي؟ اقول له هو السد العالي بيعمل ايه؟ بيحافظ على بيحافظ وبيخزن ميه نهر النيل وبيمنع مصر يعني يمنع اراضي مصر من انها تتغرق من الفيضان. نفس الفكره كانت كان ده هدف سد الايه؟ سد اللاهون. وعشان كده يا شباب ملوك الفراعنه كان عندهم ادارات. الادارات دي يا جماعه بتواجه الازمات اللي بتخص الزراعه. يعني مثلا عندهم إدارة مسح الأراضي. إدارة مسح الأراضي ده مش بيقعدوا يمسحوها ومش بيجيب المساحة يقعد يمسح. إدارة مسح الأراضي ده يعني بيقيس مساحة الأرض، بيعرف الأرض دي مساحتها قد إيه، فدان، فدانين، 3 فدادين. يبقى في إدارة مخصصة إنها تعرف مساحة الأراضي الزراعية. إدارة الري عشان تقدر مية نهر النيل توصل لكل الأراضي الزراعية، يبقى مية نهر النيل توصل للأراضي الزراعية. طيب بعد كده إدارة المحلية في الأقاليم، يعني في المحافظات في إدارة في كل إقليم مختصة بالزراعة. يعني في الأقصر، في البحيرة، في الغربية، في الدقهلية، أيا كان، ما كانش زمان اسمهم كده بس أنا بديك مثال. وإدارة الزراعة اللي هي بتزرع المحاصيل الزراعية في كل أرض. حلو، يبقى دي الإدارات المخصصة لمواجهة الأزمات اللي تخص الزراعة. والدليل على الكلام ده عندنا في القرآن وعندنا في الإنجيل قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما جاله فرعون وهو حلم الحلم وقال له هيبقى عندنا 7 سنين عجاف، 7 سنين جفاف، هيحصل فيهم مجاعة، و7 سنين خير. 7 سنين الخير دول عايزين نخزن فيهم
نهتم بالزراعه ونخزن فيهم المحاصيل الزراعيه ونزرع كتير، علشان لما يجي لنا 7 سنين عجاف مش هيكون فيهم ميه خالص، احنا مش هنعرف نزرع والارض هتبقى ناشفه وبايره، فناكل الناس بدل ما يموتوا من الجوع. وده يدل على ان الملوك الفراعنه كانوا بيهتموا جدا بجزئيه الاراضي الزراعيه، وده اللي المفروض اي حكومه بتعمله، انها تخزن محاصيل زراعيه وقت ما تحصل ازمه وكارثه يبقى عنده محاصيل استبن وموجود. طيب تعالى بقى نحكي على ملك من ملوك الدولة الوسطى. احنا قلنا الملك ده اللي عمل ايه؟ عمل سد اسمه سد اللاهون. الملك ده يا جماعة اسمه الملك أمنمحات الثالث، اسمه أمنمحات الثالث. ملك أمنمحات الثالث ده عشان بس تبقى انت فاهم، ده من ملوك الأسرة ال12 في عصر الدولة الوسطى، من ملوك الأسرة ال12 في عصر الدولة الوسطى. الراجل ده يا جماعه عند مدخل الفيوم عند قريه اسمها اللاهون قال لهم بس اعملوا لي هنا بقى سد سموه سد اللاهون. يا عم أمنمحات هو السد ده لازمته ايه؟ قال لهم يمنع ميه الفيضان من انها تغرق الاراضي الزراعيه، وفي نفس الوقت تخزن ميه الفيضان عشان نستفيد منها بعد كده وقت ما تحصل ازمه وكارثه نبقى عندنا ميه بزياده نزرع الاراضي. حلو الكلام تمام. بدأوا بقى يعملوا سد اللاهون، بدأوا يعملوا جنبيه ترع، بدأ يعملوا جنبيه مصارف وكسور. الله. وبعدين قال لك سد اللاهون ده يا جماعة ركز بقى معايا، ترتب على مشروع سد اللاهون ده ان هو من خلال المية اللي خزنها دي قدر يزرع 27,000 فدان في الفيوم. يا نهار ابيض، الرقم ده موجود ايام الفراعنة؟ والله ايام الملك أمنمحات. رقم كام؟ 3. خد بالك عشان انت عندك 2 أمنمحات، أمنمحات الاول وأمنمحات الثالث. انا بتكلم على أمنمحات رقم كام؟ 3. طيب وراح عمل مدن جديدة حوالين بحيرة اسمها بحيرة موريس. البحيرة دي في الفيوم. يعني كمان يا معلم عمل جزء ايه؟ عمل جزء معماري. يا حلاوة يا ولاد. يبقى الملك أمنمحات ده عمل سد اسمه سد اللاهون. السد ده ضرب بيه عصفورين بحجر، زود مساحة الأراضي الزراعية ل 27,000 فدان، وعمل مدن جديدة الناس عاشت فيها حوالين بحيرة اسمها بحيرة موريس. دي يا جماعة فين؟ في الفيوم. حلو كده انت خلصت جزئيه الزراعه. فاضل لي حته صغيره في الزراعه اللي هي ايه؟ تربيه الحيوان بقى. زي ما انتم عارفين وانا عارفه وانا من قريه يعني او مش يعني انا من مدينه ريفيه، جنب كل ارض زراعيه بيبقى فيه مكان بيبقى فيه تربيه حيوانات. عندنا زريبه كده جنب البيت عشان احنا عندنا غيط. فالفراعنه يا جماعه زيهم زي اي حد عندهم حب لرعي الحيوانات وبيهتموا جدا 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 بالحيوانات. ومصر كان عندها يا جماعه ثروه حيوانيه ضخمه خاصه في منطقه الدلتا. ركز بقى والنبي في الحته دي، خاصه في منطقه اسمها الايه؟ الدلتا، اللي هي وجه بحري. وجه بحري. ليه بقى اشمعنى الدلتا؟ قال لك عشان وفره المراعي الطبيعيه. طب يعني ايه مسمارنا مراعي طبيعيه؟ يعني حشائش. يبقى الحيوانات كانت كتيره في الدلتا بسبب وفره الحشائش. حلو. وكان يقوم برعي الماشيه، يعني برعي الحيوانات، طائفه خاصه من الرعاة المحترفين. يعني مش اي حد كده يا جماعه بيرعى الحيوانات، او مش اي حد كده بيرعى الغنم، لا، ناس شاطره فاهمه ازاي تهتم بتربيه الحيوانات وازاي تخلي بالها من الحيوانات دي. طيب الحيوانات اللي كانوا بيربوها عندنا يا جماعه البقر، ده اهم طبعا حاجه، والبقر بالذات كانوا بيهتموا بتربيته علشان ليه فوائد كتيره جدا جدا جدا. البقره يا جماعه عند الفراعنه كانوا بيعبدوها، وحياة ربنا كانوا بيعبدوا البقرة. تقول لي ليه؟ كانوا بياخدوا منها لحمة ولبن والجلد بتاع البقرة، كانوا بيعملوا منه المخدات. لا، كانوا بيعرفوا يستفيدوا من البقرة. عشان كده البقرة كان ليها فوائد متعددة وكتيرة، فعشان كده دي كانت أهم حيوان عندهم. عندهم طبعا الأغنام اللي هو الخروف، وعندهم المعيز، وعندهم الطيور بقى. عندهم مثلا بط، وزة، فرخة، حمام، وعندهم كمان النحل عشان بيحبوا ايه؟ ياكلوا العسل كده كل يوم الصبح بدري. طيب يبقى ايه اهمية الحيوانات عند الفراعنة؟ الفلاح كان بيستفيد من الحيوانات دي في اعمال الزراعة والنقل. دي حاجة طبيعية، يعني مثلا ممكن يركب على الحمار، يركب مثلا على البقرة، والبقرة تمشيه مثلا مسافة كده، يروح من الغيط للغيط عادي مفيش مشكلة. وبيستخدمها في الزراعة، يغمي عينيها ويخليها تلف مثلا، او تشد المحراث. يعني كان بيعرف يستفيد منها. وكانوا بياخدوا من الحيوانات دي الصوف
والشعر بتاعها والوبر مثلا زي الغنم والخروف وجلدها ولحمتها، بيعرفوا يستفيدوا من الحيوانات. يبقى انا كده خلصت لك ايه؟ جزئيه الحيوان الزراعه عموما. طيب تعالى بس اقول لك بقى معايا على جزئيه الصيد المرتبطه بالزراعه. الصيد عندي 3 انواع. الصيد عندي كام نوع؟ 3. اول حاجه صيد البر. صيد البر، صيد البر ده كانوا بيصطادوا الحيوانات من الصحراء. يصطادوا الحيوانات منين؟ من الصحراء. يروح مثلا، عايزه بس اقول لك على معلومه، يروح يصطاد مثلا غزاله او اسد. يا نهار اسوخ، بيصطادوا غزاله واسد؟ يعني مصري الفرعوني كده ياخد نفسه كده ويطلع على الصحراء يصطاد له غزاله واسد؟ قال لك لا لا يا عم، سمي الله كده، مش اي حد بيعمل كده. امال مين؟ قال لك لم يهتم بها المصري القديم. يعني المصري القديم عادي، الفراعنه العاديين الطبيعيين ما بيهتموش عادي ان هم يروحوا يصطادوا غزاله واسد. اصل يعمل بيه ايه؟ لانها ليست وسيله لكسب العيش، يعني ما كانتش وسيله يسترزق منها، بل بص بقى الجمله دي، كانت رياضه لعليه القوم. مش فاهم، انا اقول لك. يعني الملك او الوزير لما يعوز يعمل رياضه ياخد الحاشيه بتاعته يطلع على الصحراء يقول لهم يلا مرنوني على ازاي اصطاد غزاله او اسد. هو بيعتبرها نوع من انواع الرياضه. فكانت دي معموله، او الفكره دي لمين؟ للناس الجامدين جدا، مش الناس الطبيعيه. لان المصري القديم الراجل الغلبان العادي هيروح الصحراء يصطاد غزاله واسد ليه؟ هياكلها؟ هيبيعها؟ ولا هيعمل بيها حاجه، ملهاش اي ستين لازمه، مش هتكسبه فلوس ولا هيعمل بيها حاجه. فدي كانت رياضه لعليه القوم. الملوك زمان والسلاطين زمان كان ياخد كده اللمه بتاعته وينزل الصحراء يقول لهم يلا انا عايز اصطاد غزاله، ويبقى فرحان قوي انه مصطاد غزاله. طب هياكلها؟ لا. طب هيعمل بيها حاجه؟ لا. بس هي كده مجرد ان هو اصطاد غزاله واصطاد اسد، رياضه من الرياضات يعني. طيب تعالى بقى للناس الطبيعيه. الناس الطبيعيه هتعمل ايه؟ قال لك يصطادوا طيور. ممكن مثلا يطلع يصطاد سمان او يصطاد حمام، او يروح مصطاد له فرخه وهي بتجري بتنط من العشه لعشه، او يصطاد له بطايه، او يصطاد بجع. الحاجات دي يعني لا تحتاج مجهود كبير. طيب الغلابه بقى اللي هم زي حالاتنا، الغلابه دول يا عم بقى يصطادوا ايه؟ يصطادوا سمك. لان السمك ده هياكله مصدر من مصادر الغذاء. عشان كده بيقول لك ايه؟ خاصه للطبقات الفقيره. راجل فقير غلبان عايش على الترعي يطلع ياخد الصناره يصطاد له سمكه سمكتين ياكل هو وعياله. دي حاجات غلبان. هل الفرعون الغلبان دي اللي قاعد عند الترع ولا عند البحيره اللي عايز ياكل هو وعياله تمام، او حتى عايز يصطاد له كام سمكايه كده يبيعهم يسترزق منهم، هل محتاج يروح يصطاد غزاله واسد؟ اكيد لا طبعا. عشان كده لو تاخد بالك من جمله مهمه جدا هتجيلك سؤال واحنا بنحل مع بعض الاسئله اللي على الدرس ده، يقول لك الصيد ده بيعبر عن التقسيم الطبقي للفراعنه. طبقه الجامدين، طبقه النص نص، طبقه الغلابه. الجامدين صيد البر، الطبقة الوسطى صيد الطيور، والغلابة صيد السمك. فهمنا؟ فهمنا. نخش بعد كده على الصناعة. الصناعة هيصنع المصري القديم بإيه؟ هيصنع يا عمنا يا إما بالخشب يعمل كراسي، يعمل دواليب، يعمل توابيت، أو بالأحجار أو بالمعادن. خد بالك وفرة ال3 حاجات دول هتخلي الفراعنة يعملوا نهضة صناعية قوية. طيب ايه عناصر الحياة الصناعية؟ قال لك 3 حاجات. 1 الصانع المصري نفسه اللي هو الراجل الصنايعي المصري. 2 الصناعات اللي كانوا المصريين بيصنعوها. 3 ايه دور الدولة في تنمية الصناعة. تعالي يا مس مارينا كده اشرحي. قال لك الصانع المصري نفسه. بص يا عمنا، الصنايعي بيورث الصنعة من ابوه ويورثها لابنه. الموضوع شغال وراثة. يعني انا ابويا ده مدرس، يعني مش انا اسمي مارينا عاطف، ابويا ده مدرس عشان بس تبقوا فاهمين. انا بديكم مثال. انا خدت من ابويا شغلانه التدريس، ان شاء الله باذن ربنا عيالي بعد كده هيبقوا مدرسين. فالموضوع بيمشيها وراثه. فكان الصانع المصري يرث حرفته من ابوه من جده ويورثها لعياله من بعده. خد بالك بقى، ابويا كان شاطر بس انا اشطر منه، ولو انا خلفت وابني بقى مدرس هيبقى اشطر مني ومن ابويا. لان الموضوع ايه؟
كل ما الموضوع يتورث كل ما الموضوع يبقى فيه فن وراثه. يعني خدوا بالكم دايما تلاقي ايه في محل كده بتاع حلويات، عارفين الجاتوهات والتورت والحاجات دي. المحل مثلا كان عندنا محل والله عندنا بتاع واحد زميلي، تمام؟ الواد زميلي ده خد المحل من ابوه وطور فيه، بقى يعمل الجاتوهايه بشكل معين، بقى يظبطها، بدأ يورث الحرفه لمين؟ لابنه الصغير. ابنه بقى دماغه عبقريه عنه، ما الموضوع كده بيمشي كده، بقى بيقول لبابا مثلا بابا لا احنا ايه لو حطينا مش عارفه ايه على الجاتوهايه بحيث ان شكل التورتايه والجاتوه يبقى حلو. هي الموضوع بيمشي كده. فبدات الصناعه تتطور، بص بقى، من جيل الى جيل. وكان من حق الصنايعي ان هو يشتغل الحرفه اللي هو عايزها، عايز يبقى سباك، عايز يبقى حداد، عايز يبقى نجار، عايز يبقى نقاش، ايا كانت الشغلانه. وخد بالك الموضوع بيوصل لايه؟ لاتقان وجوده. انت لو تنزل دلوقتي عند اي مقبره فرعونيه تشوف الالوان اللي موجوده فيها لسه زي ما هي، يقول لك يا نهار ابيض، هو ايه يا جماعه الفراعنه دول كانوا بيستخدموا ايه بلده الالوان اللي كانوا بيلونوا بيها المقبره بتاعتهم؟ والله العظيم بامان تنزل مقبره وادي الملوك في الاقصر، يعني لما رحت الاقصر هناك نزلت مقبره وادي الملوك والملكات، احنا بنتكلم على حضاره من 7000 سنه، اقسم بالله الالوان بتاعه المقبره زي ما هي، خاصه مقبره الملكه نفرتاري. انا وقفت متنحه كده، هم كانوا ايه نوع الالوان اللي بيستخدموها عشان تبقى بالجوده دي وتفضل قاعده 7000 سنه؟ ده انا لو لونت حته البيت بتاعي بعد 4 سنين بلاقيها بهتت واللون اتغير، لو ملوناها ابيض بتصفر. طب ايه يا جماعه الناس دي كانوا بيعملوا ايه غير اللي احنا بنعمله؟ ما تعرفش. عشان كده بيقول لك ايه، مع الوقت كمان بداوا يعرفوا اسرار المواد الخام. يا نهار ابيض، طبعا. والدليل على كده كل الاعمال بقول لك ايه بجد، عايزه افهمك ان حرفيا التماثيل والقناع وكل حاجه موجوده في متاحف العالم الاجانب يقفوا عاملين كده. انزل يا باشا انت وصاحبك، خد نفسك رحله لمتحف الحضارات الجديد، شوف شكل الموميا وشكل التمثال الذهب والتمثال الفضه والتماثيل اللي معموله من العاج ومن الجرانيت، ايه الكواليتي وايه الجوده وايه الاتقان ده اللي معمر من 7000 سنه. هو احنا يا جدعان بنقف نعمل كده؟ فاهم قصدي؟ فلا بيعرفوا سر المواد الخام. ده انا هقول لك على معلومه بقى وحياه ربنا بجد، عارفين ورق البردي؟ ورق البردي عادي، نبات اسمه البردي، كان عندهم نبات اسمه البردي، هقول لكم عليه. النبات ده وحياه ربنا هو كده ماشي، ياخدوا الورقه بتاعت النبات يعملوا بيها ورق البردي اللي هم بيكتبوا عليه، ركز بقى، وياخدوا عود او الساق بتاع النبات يعملوا بيه قوارب صغننه وسفن صغننه، ويعملوا بيه حصيره زي السجاده، ويعملوا بيها سبت. عارفين السبت اللي ماما بتدلدله كده وبتدلدله وينزل عشان تجيب مثلا من الراجل اللي ماشي في الشارع؟ عارفين السبته اللي بتبقى من البوز دي؟ بالحاجات دي بتتعمل من نبات البرد. يا نهار ابيض، يعني من نبات واحد بيطلعوا كذا حاجه، يطلعوا ورق ويطلعوا سله ويطلعوا حصير ويطلعوا يعملوا سفن صغننه. يا نهار اسود، والله زي ما بحكي لك كده. فعشان كده بيقول لك ايه، كان عندهم سر من الاسرار اللي بتتعمل من المواد الخام. عارفين الكلام ده؟ طيب الناس دي بتصنع ايه؟ قال لك اول حاجه الصناعات الحجريه، ودي طبعا اقدم صناعه من الصناعات على مر البشريه كلها، لان المصري او اي حد اول حاجه احتك بيها هي حجاره تحت في رجليه. فاول حاجه صنعوها او استخدموها الصناعات الحجريه، صنعوا منها التماثيل والاواني اللي هي الاطباق والتوابيت اللي بيدفن فيها الميت. تاني صناعه هي الصناعات الفخاريه، والفخار يا جماعه بيتعمل من ماده الطمي بتاعت نهر النيل. يعني يجي يقول لك ايه؟ نهر النيل. عندكم سؤال في كتاب الامتحان، عندكم يقول لك في سؤال في كتاب الامتحان يقول لك ايه الدليل على ان نهر النيل ده ما كانش للزراعه بس؟ قال لك ان طمي النيل، الطين بتاع النيل كان بياخدوه ينشفوه بطريقه معينه من ماده اسمها الغرين ويتعمل منه طبق فخار. عارفين طاجن الفخار اللي ماما بتعمل فيه الباميه ده؟ اصلا بيتعمل من طمي النيل، ويتعمل بيه طوب
يبنوا بيه بيوتهم اللي هو بيسموه الطوب اللبن، ده بيتعمل من طمي النيل وبيتعمل منه تماثيل. يا نهار ابيض، يعني من شويه الطمي اللي موجودين على النيل يمين وشمال بيتعمل بيهم كام حاجه؟ 3 حاجات: تماثيل، اواني فخار، والطوب اللي بيتعمل بيه البيوت بتاعه الفراعنه زمان اسمه الطوب اللبن. اسمه الطوب اللبن، مش اللبن، الطوب اللبن. طيب ثالث صناعه هي الصناعات الزجاجيه. وعايزه اقول لك بس على معلومه، المصريين القدماء كانوا اول ناس يستخدموا الرمل بتاع الصحراء يعملوا منه ازاز. اول ناس في العالم. ماشي، احنا عندنا صحراء شرقيه وصحراء غربيه وصحراء في شبه جزيره سيناء، فالفراعنه استطاعوا ان يتفوقوا على العالم في صناعه الزجاج اللي كان بيتعمل من الرمل الابيض اللي موجود في الصحراء. بعد كده الصناعات المعدنيه. طب المعادن عندي يعني بتتعمل من الذهب والفضه. الذهب يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. تقول لي الفراعنه يا جدعان كانوا بيعرفوا يستخدموا الذهب؟ اه يا صاحبي بيعرفوا يستخدموا الذهب، بيعرفوا يستخدموا الذهب. وكان بيتعمل منه الحلي، كل بقى الغوايش والسلاسل والحلقان والحاجات بقى اللي كانوا بيلبسوها لغايه دلوقتي موجوده في المتاحف. لما تنزل متحف الاقصر او متحف النوبه تشوف كميه الحلي اللي معموله من الذهب الخالص، تقف عامل كده، هم كانوا بيعملوا ازاي الحاجات دي؟ اه والله. بيتعمل منه الاواني، كان في اطباق معينه كده الملك الفرعون بياكل فيها من الذهب. يتعمل منها التوابيت، في تابوت مش فاكره اسم الملك والله العظيم، الملك مدفون فيه في تابوت من الذهب، تابوت مدفون فيه من الذهب. الاقنعه كان زي قناع الملك توت عنخ امون، توت عنخ امون معمول له قناع ذهب خالص. لغايه دلوقتي العالم مش عارف القناع ده اتعمل ازاي، العلماء كلهم يقعدوا يريلوا عشان يعرفوا قناع الملك توت عنخ امون معمول ازاي من الذهب بالطريقه دي. بيقول لك لو ما كان ليزر مش هيعرف يطلعه بالجوده دي. ولو فيكم ناس بتحب تتفرج على ناشونال جيوغرافيك، خشوا يا جدعان اتفرجوا على قناع الملك توت عنخ امون الذهبي. يا لهوي، وتيجان الملوك. ماشي. والفضه كان استخدامها محدود، كان كل استخداماتهم في الذهب. انزل اتفرج على المتاحف، انزل لف، انزل شوف حضاره بلدك العظيمه عامله ازاي. تعالى بقى على بعد كده صناعه الاخشاب. سموا الله. مفيش مصر ما عندهاش خشب. ايه ده؟ مصر ما عندهاش غابات، فبالتالي ما عندهاش خشب. ايه ده؟ امال احنا كل الصناعات الخشبيه، الكرسي والدولاب والحاجات دي احنا بنعملها ايه؟ مصر اكبر دوله في العالم بتستورد خشب، احنا ما عندناش خشب عشان احنا ما عندناش غابات، علشان مناخ مصر مش مناخ بيمطر طول السنه. المناخ اللي بيمطر طول السنه ده هو اللي بيعمل شجر وبيعمل غابات، فاحنا ما عندناش اخواننا شجر، تمام؟ وبالتالي يعني ما عندناش شجر غابات، فبالتالي احنا ما عندناش خشب. فمصر كانت بتستورد الاخشاب الجيده. حلو، يبقى الفراعنه زمان كانوا بيروحوا يستوردوا. هيروحوا ياخدوا من مين؟ قال لك بيروحوا ياخدوا يا جدعان من دولتين. دوله اسمها فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان دلوقتي، بيروحوا يجيبوا منهم خشب اسمه خشب الارز، نوع من انواع الاخشاب. وبيروحوا بلاد بونت اللي هي الصومال يجيبوا منها خشب اسمه خشب الابانوس. يبقى انا عندي كم نوع من انواع الاخشاب؟ 2. المصريين كانوا بيجيبوهم منين؟ من مصر؟ لا، كانوا بيستوردوه. يبقى خشب الارز من دوله فينيقيا، وخشب الابانوس من بلاد بونت اللي هي الصومال دلوقتي. وياخدوا بقى الخشب ده يستوردوه من البلاد دي ويصنعوا بيه السفن، الاساس، التوابيت، الابواب. يعني لما يجيب لك صوره كرسي في الامتحان ويقول لك مثلا الماده الخام المصنوعه من الصوره المقابله لن توجد في مصر كماده خام، اللي هو الخشب مش موجود في مصر. ليه يا جماعه؟ لان احنا بنستورده. هل التابوت الذي امامك كان يصنع من ماده خام محليه؟ يعني ماده خام معموله في مصر؟ قول له لا يا فندم، ماده خام مستورده من بلاد فينيقيا وبلاد بلاد بونت. ده صوره كرسي خشب كان زي ما قلت لكم الماده الخام بتاعته بنجيبها منين؟ بنجيبها من بره. نيجي بقى على اخر صناعه وهي الصناعات القائمه على نبات البرد. انا لسه كنت بحكي لك على حوار نبات البرد ده. احنا نبات البرد ده بناخد منه الورق، والمصريين اول ناس في العالم يصنعوا الورق من نبات البردي. وكل دول العالم كانوا بيروحوا يبوسوا على ايد مصر عشان مصر تورد لهم وتصدر لهم ورق بردي. ما كانوش عارفين يكتبوا على ايه. البلد الوحيده اللي كانت عندها نبات البردي في العالم القديم كانت مصر الفرعونيه. كانوا بياخدوا بقى ببقيه النبات زي ما انا قلت لك، يعملوا المراكب الخفيفه اللي هي بنسميها القوارب،
ويعملوا منها السلال اللي هو الباسكت ده اللي هو ماما بتدلدله، والحبال القويه، والحصير اللي هو زي السجاده والفرش. ده نبات الايه؟ نبات البردي. طيب في صناعه زي الغزل والنسيج، واحنا قلنا بقى طبعا الغزل والنسيج يعني الهدوم بتتعمل منين؟ بتتعمل من الكتان، وقلت لك مصر ما عندهاش قطن، او من الحرير، ومصر كانت بتستورد الحرير او من الصوف. يبقى خد بالك الحاجه الوحيده اللي بنستوردها الحرير. حلو الكلام. مين بقى اللي هتصنع الحاجات دي؟ قال لك الستات. استخدمت النساء مغازل من الخشب. عارفين الخشبايه اللي بتبقى مربعه كده وبتبقى معموله كده، وتفضل البنت تقعد زي الحاجات بتاعت درس الاقتصاد كده، يقعدوا يعملوها من الخشب، وانوال تشبه الانوال اليدويه في الريف. عارفين النول؟ في ناس عارفه شكل النول، بيبقى بتاع خشب كده مربع، وبيبقى معمول بحبال كده بمسامير، وتبتدي هي تدخل الخيط وتعمل اشكال وتعمل حاجات. وفي ناس بتعمل كوفيات، في اوبشنات جديده كده طلعت، ممكن بدل ما تتعمل من الخشب تتعمل من البلاستيك يعني. طيب بتاع خشب اهو، زي الصوره اللي قدامك دي، بتاع خشب كده اهو، خشبتين، وتفضل هي البنت تنزل في الايه؟ في الكتان او تنزل في الصوف. بعد كده صناعه الجلود دي يا جماعه بتتعمل من دباغه الجلد الحيوانات. يعني ياخدوا جلد الحيوانات بعد ما يذبحوا البقره مثلا، ياخدوا الجلد بتاعه وبعد كده ينضفوه، وبعد كده يستخدموا الجلد بتاعه ده في الجزم والمقاعد، يعني يبطنوا بيه الكرسي واغطيه الوسائد. جلد المخده زمان ما كانش بيتعمل طبعا من القطن والاسفنج والحاجات اللي مخترعينها دي، كانوا بيتعمل من جلد الحيوانات بس بيتنضف. وارضيه العربات زي عربه الحنطور كده، كانوا بيعملوا الارضيه بتاعتها والكنب بتاع عربيه الحنطور ده من الجلد. وقرب الميه كان زمان طبعا بيجي يعملوا قربه ميه كده بطريقه معينه، يدلدلوها في نهر النيل تشيل الميه، لان الجلد ما بيسربش الميه. ده بالنسبه للصناعات اللي كانت موجوده عند الفراعنه. طيب ايه دور الدوله بقى في تنميه الصناعه؟ قال لك بص يا صاحبي، الدوله طبعا اهتمت بتنميه الصناعه، كانوا بيستخرجوا المعادن يعني وكانوا بيأمنوا. الملك الفرعوني كان بيبعت زي بودي جاردات كده، كان بيبعت ناس تأمن الشباب اللي تطلع المعدن من الصحراء، عشان ما فيش اي حرامي يتهجم على بعثة التعدين ويسرق منهم المعدن. خاصة ان انا قلت لك كانوا بيستخرجوا ذهب، والذهب ده بالنسبة لهم كانوا بيستخدموه في كل حاجة. فالناس اللي كانت بتطلع المعدن من الصحراء كان بيطلع معاهم ناس تأمنهم وتحميهم وهما بيستخرجوا المعادن. والملك بقى الفرعوني يا سلام كان بيقعد يتفشخر كده ان هو بيدي العمال الصناعة حقهم. خد بالك، كان الملوك يفتخرون بأنهم يعطون العمال حقوقهم ويمنعون عنهم السخرة. استحالة واحد يسخر من صنايعي، او واحد يتريق عليه، او واحد يعامله معاملة وحشة، او يتكلم عليه زي للأسف ما بنشوف دلوقتي، واحد يقول لك ها انت يا عم هنا قاش. ايه الطريقه دي؟ لا طبعا ما كانش فيه الكلام ده، كلنا زي بعض، كلنا بنشتغل شغلانات عاديه. وكانت اجور العمال يا جماعه بتتصرف لهم بطريقه معينه، وياخدوا فلوس حلوه بسم الله ما شاء الله زمان يعني. طيب احنا كده خلصنا الصناعه، تعالى بقى على التجاره. التجاره يا جماعه قلنا نتيجه موقع مصر المتميز، اتصالها بالعالم الخارجي. مصر طبعا موقعها متميز ما بين قارة آسيا وأفريقيا، قدامها الناحية التانية قارة أوروبا، فقدرت مصر إنها تعمل علاقات اقتصادية وتجارية مع كل الدول. تعال نشوف أول حاجة التجارة الداخلية اللي بين المدن المصرية، بعد كده نتكلم على التجارة الخارجية مع الدول اللي حوالين مصر، وإيه وسائل النقل اللي كانوا بيستخدموها زمان، وبعد كده دور الدولة في تنمية التجارة. أول حاجة التجارة الداخلية، يعني التجارة ما بين مدينة والتانية جوه مصر. التجارة ما بين المدن المصرية كانت نشيطة جدا جدا جدا، كان في سوق في كل قرية، يبقى الناس بقى تنزل تبيع وتشتري. وخد بالك البيع والشراء عند الفراعنة ما كانش بفلوس، الفراعنة ما كانوش عندهم فلوس زمان، كان بنظام المقايضة. يعني أنا مثلا معايا شوية قمح مثلا من اللي متبقي عندي من الأرض الزراعية، محتاج إيه؟ محتاج شوية مثلا خس، أو محتاج شوية توم، فانزل السوق أبدل. يبقى البيع والشراء عند الفراعنه كان عمليه مقايضه يعني ايه؟ اديك القمح تديني توم، اديك القمح تديني خس، اديك القمح تديني عنب، اديك القمح تديني مثلا بلح كده.
وكانت المقايضة أساس المبادلات التجارية. وطبعا ممكن واحد يقول لي ايه، طب ما انا ممكن اديكي كيلو قمح وانت تديني نص كيلو توم. هنا بقى نقول ستوب. ليه؟ عشان الناس دي يا جماعه زمان مش زينا دلوقتي. احنا دلوقتي يعني ما تزعلوش مني ولاد كلب بنضرب بعض وبنسرق بعض. زمان كان في امانه وثقه متبادله بين التجار، وزمان ما كانش في قوانين، لا كانوا بيسترشدوا بالحكم والمواعظ والوصايا الاخلاقيه اللي الحكماء بيقعدوا يقولوها. يعني ما كانش في قانون زمان يقول لك ايه، لو انت اديتك كيلو قمح تديهوني نص يوم يبقى انت تتعاقب وتخش السجن. لا، ما كانوش بياخدوا بالكلام ده، ما كانش في قوانين زمان بالمعنى الحرفي، ولكن كان في حكماء يقعدوا يوصوا الناس وصايا اخلاقيه ويعلموا الناس الاخلاق والممارسات المحترمه والحكم الكويسه. مهما انت بقى تقعد دلوقتي تصيح وتقول للواد الصغير يا حبيبي ما ينفعش مثلا تعمل كذا، يقول لك مفيش الكلام ده. لا، هناك كان عندهم الجزئيه دي مهمه جدا جدا جدا. كانوا بيتعاملوا بالوصايا والاخلاق والحكم والمواعظ اللي كانوا الحكماء بيقعدوا يقولوه. طيب ده بالنسبه للتجاره الداخليه. طبعا نيجي بقى على التجاره الخارجيه. طبعا سوري هنا، سوري المفروض كنت كتبت هنا التجاره الخارجيه. بصوا بقى، التجاره الخارجيه طبعا مع البلاد المحيطه زي ما انتم عارفين ما كانش فيه زمان فلوس، فهنبدل سلعه بسلعه. يعني مثلا مصر يا جماعه اشهر دوله في العالم عندها ورق البردي، حلو. وبلاد فينيقيا اشهر بلد في العالم عندها خشب الارز. نعمل ايه؟ نبدل. خدوا ورق البردي وادونا مكانه خشب الارز، يبقى انا هديك حاجه مش عندك وهاخد حاجه مش عندي. اتفقنا؟ طيب الكلام ده كان مع مين بقى؟ اول دوله دايما بنتعامل معاها في التجاره بلاد فينيقيا، سوريا ولبنان. واشهر ملك راح فينيقيا وعمل بعثه تجاريه بقى كان ملك جامد جدا جدا اسمه الملك سنفرو. وخد بالك عشان بيجي لك عليه سؤال في الامتحان، الملك سنفرو ده من ملوك الدوله القديمه، مؤسس الاسره الرابعه. مؤسس الاسره الايه؟ الرابعه. يعني ممكن يجي لك في الامتحان سؤال يقول لك ايه؟ من العلاقات التجاريه التي تمت في بلاد فينيقيا من ملوك الدولة القديمة. يبقى من ملوك الدولة القديمة هتقول له الملك سنفرو الأسرة الرابعة. الراجل ده راح فينيقيا استورد منهم خشب الأرز، بعت لهم قال لهم أنا عايز استورد منكم خشب الأرز. أخد 40 سفينة وطلع لم خشب الأرز من عندهم طبعا، ودي كانت حاجة حلوة. طيب تاني دولة هي ليبيا. ليبيا بقى اللي موجودة في غرب مصر. ليبيا دي كنا بناخد منها ايه؟ قال لك ليبيا دي كنا بناخد منها زيوت. عارفين الزيوت؟ احنا ما عندناش غير سمسم. هما بقى عندهم فول سوداني وعندهم بقى زيت زيتون وعندهم الحاجات دي، وكنا بناخد منهم بعض انواع الماشيه، يعني بعض انواع الحيوانات اللي ما كانتش عندنا كنا بنروح ناخدها منهم. يعني مثلا زمان الفراعنه ما كانش عندهم جمل، احنا كنا بنروح ناخد الجمال من عندهم. يبقى دي مين؟ دي ليبيا. نيجي بقى على بلاد النوبة اللي هي شمال السودان. بلاد النوبة اللي هي شمال السودان، وبلاد بونت اللي هي الصومال. امتى حصلت علاقة تجارية مع بلاد النوبة وشمال السودان وبلاد بونت؟ انا مش عليا، بس كل اللي عايزاك تعرفه ان في عصر الدولة الحديثة، مش في الدولة الوسطى بقى ولا في الدولة القديمة، لا في عصر الدولة الحديثة، بيقولك ايه؟ شهدت مصر طفرة حضارية وتجارية غير مسبوقة، واصبحت مصر امبراطورية كبيرة. يا نهار ابيض! فقدر النشاط التجاري، بص بقى الجملة اللي جاية دي، يوصل لجزر البحر المتوسط. جزر البحر المتوسط يعني انت قصدك ان في عصر الدولة القديمة عملنا تجارة مع اوروبا؟ يا عم. مين جزر البحر المتوسط؟ يقصد بيها جزيرة قبرص وجزيرة كريت. جزيرة قبرص وجزيرة ايه؟ كريت. طب حلو. وفي العصر المتأخر اللي هو آخر عصر بقى اللي احنا قلنا ايه؟ من الأسرة 21 للأسرة 30، اللي هي بقى كان عصر الفراعنة بيخلص وبيفنش خالص وحالته متدهورة. قال لك ازداد النشاط التجاري، خد بالك بقى، في عصر الأسرة 26 بس، اللي هو بنسميه عصر النهضة. احنا قلنا عصر الأسرة 26 في الدرس اللي فات. كان في ملكين مشهورين، ملك اسمه أباسماتك وملك اسمه نخاو. ملك اسمه أباسماتك وملك اسمه نخاو. أيام نخاو اللي هو ابن أباسماتك في عصر الأسرة 26، الراجل ده كانت دماغه تجارية، نشط التجارة في عهده، حلو.
وكانت دماغه تجاريه لدرجه انه عمل ايه؟ راح جاب الفينيقيين. اشمعنى بقى بتوع سوريا ولبنان كانوا شاطرين جدا جدا في البحر؟ يعني احنا عارفين ان مصر حضاره زراعيه، مصر حضاره زراعيه، هم كانوا حضاره بحريه. العيال دي عندها خبره في النشاط الاقتصادي البحري. راح الملك نخاو قال لهم ايه؟ قال لهم يا فينيقيين، انتوا عندكم سفن وبتعرفوا تمشوا جوه البحر وبتعرفوا تدقلجوا كده، واحنا خبرتنا مش قويه زيكم في الايه في النظام البحري. عايزكم تيجوا تلفوا لي حوالين قاره افريقيا. يبقى استعان الملك نخاو بالفينيقيين، وبدأت رحلة الفينيقيين من أول خليج السويس لغاية يمشوا كده 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 البحر الأحمر، يوصلوا مضيق باب المندب، المحيط الهندي. كمل يا باشا، ده هم اللي اكتشفوا طريق راس رجاء الصالح قبل ما يتم اكتشافه أصلا. كمل يا باشا على المحيط الأطلنطي، كمل على مضيق جبل طارق، كمل على البحر الأحمر لغاية ما وصلوا تاني ايه؟ مصر. قعدت الرحلة دي 3 سنين. مين اللي قال لهم اعملوها؟ الملك نخاو المصري. رجعت السفن بتاعت الفينيقيين اللي الملك نخاو امرهم ان يلفوا حوالين افريقيا، قال لك لموا خير افريقيا كله، وقعدوا كل ميناء يقفوا عنده، كل مكان يقفوا عنده في افريقيا ياخدوا منه خير. واحد يسالني في الامتحان، يعني مس مارينا الملك نخاو ده كان غرضه شريف؟ والله كان غرضه شريف. عمر الملك نخاو ما استعان بالفينيقيين علشان خاطر يروحوا يستعمروا بلاد او عشان خاطر يروحوا يستولوا على خير افريقيا، لا، هو كانت الرحله غرضها استكشافي، يستكشف القاره الافريقيه اللي احنا جزء منها عامله ازاي، لا اكتر ولا اقل. تمام. بقول لك الرحله دي قعدت 3 سنين، وجاءت محمله بجميع خيرات افريقيا التي حصلوا عليها من المواني التي مروا فيها. طيب نيجي بقى في وسائل النقل. انا عندي وسائل نقل بري ووسائل نقل بحري، ودي اللي خلت يبقى في تجاره داخليه وخارجيه. بالنسبه للنقل النهري طبعا احنا عندنا مراكب، المراكب دي بتنقل البضائع من الشمال للجنوب والعكس، مراكب صغننه جوه نهر النيل. بالنسبه بقى للبحر كان عندنا سفن كبيره بتلف البحار تنقل البضائع، وكانت عامله تواصل حضاري مع الدول المجاوره، يبقى في سفن في النهر وسفن في البحر. طب بالنسبه بقى للبلاد العاديه، للتجاره الداخليه العاديه يعني من غير نهر، قال لك كان عندنا دواب النقل. يعني ببساطه كده اللي هو فكره الحمار اللي راجل بيركب عليه ويروح من مكان للتاني. وكان عندهم زحافات تجرها السيران. ايه زحافات؟ زي عربيه كارو كده، بس بدل ما بيجرها حمار بيجرها طور. واشمعنى الطور؟ علشان العربيات دي كانت بتنقل الاحجار، والعربيات دي كانت يعني لازم تبقى معموله بوضعيه معينه، والطور يجرها لان الحجاره تقيله، فالحمار مش هيعرف يجر عربيه عليها حجاره، الحمار مهما كان ضعيف الطور قوي. في عصر الدولة الحديثة بقى، ركز بقى معايا في الجملة دي، بدأت تظهر الحنطور اللي بيجروا الخيل اللي هو الحصان. طبعا انتوا عارفين الحصانة دي او فكرة العجلات الحربية احنا عرفناها من ايام الملك احمس لما كان بيحارب الهكسوس، والهكسوس هم اللي عرفونا على فكرة العربيات العجلات الحربية يعني. تمام؟ فالحصان احنا عرفنا الكلام ده في عصر الدولة الحديثة. عشان كده ممكن يجي لك سؤال في كتاب الامتحان على فكرة ويقول لك الخيول خلت وسيلة النقل أسرع، فيها حالة من السرعة. الطور ما بيمشيش بنفس درجن الحصان، يبقى السرعة في النقل اتعرفت في الدولة الحديثة لأن احنا بدأنا نستخدم العربيات الحنطور اللي بيجرها اللي بتجرها الحصنة. طيب ايه بقى دور الدولة في تنمية التجارة؟ قال لك الملوك طبعا بيشجعوا التجارة وكانوا بيوفروا لها المناخ المناسب. طيب كانوا بيعملوا ايه؟ عد معايا كده بقى يا شباب 4 حاجات سهلين. اول حاجة اقامة تحصينات على حدود مصر علشان يأمنوا ويسهلوا التجارة الخارجية. يعني كان بيعملوا زي قلاع صغننه ويعملوا يجيبوا اللي هو العساكر يقفوا يأمنوا التجاره الداخليه الخارجيه بين مصر وبلاد تانية. كان في ادارات للتجاره زي اداره المحاسبه، دي بتشوف احنا استوردنا قد ايه وصدرنا قد ايه. في إدارة اسمها الجمارك والتجارة الخارجية، في إدارة اسمها القوافل التجارية، دي بتخلي بالها من الحصنة أو من الحمير اللي بتبقى محملة على ظهرها بأي خيرات. يبقى أنا كان عندي
3 ادارات تجاريه: اداره المحاسبه، اداره الجمارك والتجاره الخارجيه، واداره القوافل. كان في قوانين بقى. القوانين دي كانت بتضبط الاسواق عشان ما حدش يغش، ويتم حمايه المعاملات التجاريه، واي حد هيتعرف انه بيغش في السوق او بيعمل نصبايا في السوق على الناس على طول كان بيتاخد ويبقى ايه، ويبقى راجل مجرم. عملوا بقى شويه مشاريع، وركز بقى معايا في حوار المشاريع التجاريه دي. احنا قلنا زراعه صناعه تجاره ايام الدوله الوسطى، زراعه صناعه تجاره ايام الدوله الوسطى كانت طبعا مزدهره جدا جدا جدا. قلنا الزراعه ايام الملك امنمحات الايه؟ امنمحات الثالث لما عمل سد اللاهون. بالنسبه بقى للتجاره انا عندي حاجتين وعايزاك تحفظهم. اول حاجه في ملك يا جماعه اسمه الملك سنوسرت الثالث، اعمل كده عليه ان الراجل ده مهم جدا جدا. سنوسرت الثالث ده بقى عمل ايه يا جماعه؟ نهر النيل، لو انا جيت رسمت كده نهر النيل في جنوبه عند النوبه في صخور احنا قلناها في الجغرافيا، صخور اسمها صخور الجندل الاول. صخور اسمها صخور الجندل الايه؟ الاول. الصخور دي موجوده جوه مجرى نهر النيل. فاي سفينه كانت بتفكر ايام العصر العتيق وايام الدوله القديمه انها تعمل تجاره مع بلاد النوبه اللي هو السودان، كانوا بيخبطوا في صخور الجندل دي فالسفينه تتكسر. فجه الملك سنوسرت الثالث اللي هو من ملوك الاسره ال12 في الدوله الوسطى قال لهم طب وبعدين؟ هو احنا ليه مش عارفين نعمل تجاره مع اسوان ومع بلاد السودان؟ طب ما نعمل قناه نكسر من خلالها صخور الجندل الاول دي، ونعمل قناه نخلي السفينه تعدي من صخور الجندل الاول دي. عشان كده يجي يقول لك ايه؟ استطاع سنوسرت الثالث شق قناه في صخور الجندل الاول عند اسوان عشان يسهل حركه السفن التجاريه مع مين؟ مع النوبه. يبقى قبل سنوسرت ايام العصر العتيق والدوله القديمه ما كانوش عارفين الايه؟ يعملوا احتكاك حضاري مع بلاد النوبه وبلاد اسوان. ولكن بعد ما سنوسرت الثالث في الدوله الوسطى شق قناه في صخور الجندل الاول، استطاعت الدوله الحديثه ان هم يعملوا تجاره سهله جدا جدا مع اسوان وبلاد السودان والنوبه. ده اول حاجه عملها سنوسرت. تاني حاجه عملها سنوسرت قال لك ان هو عمل قناه اسمها قناه سيزوستريس. اسمها قناه سيزو ايه؟ سيزوستريس. القناه دي يا شباب بتربط ما بين نهر النيل والبحر الاحمر. هي عارفين قناه السويس؟ احنا قناه السويس بتاعتنا كده، لا دي مش قناه السويس بقى. هي بتعمل نفس الفكره. هي بقى بتعمل ايه؟ بتربط البحر الاحمر بنهر النيل، وبعد كده يطلع السفينه للبحر المتوسط عادي. يعني هي لفه. قناه السويس بتاعتنا زي ما انتم عارفين هي كده اهي، بتربط البحر الاحمر بالمتوسط على طول. لا دي بقى فيها لفه شويه. دي فيها ايه؟ بص بقى هنا هيمشي في البحر الاحمر، يطلع يمشي في قناه سيزوستريس، يوصل نهر النيل، من نهر النيل يطلع على طول للبحر المتوسط. فدي ميزتها ايه يا شباب؟ ميزتها ان هي لما بيكمل البحر الاحمر للاخر بيقدر يعمل علاقات تجاريه مع بلاد بونت اللي هي بلاد الصومال. تمام؟ يبقى قناه سيزوستريس استطاعت من خلالها ان يحصل تبادل تجاري ما بين اوروبا ومصر وبلاد بونت اللي هي الايه؟ اللي هي الصومال. طيب بالنسبه بقى يا مس مارينا لبلاد النوبه اللي انت بتتكلمي عليها وبلاد السودان، في تواصل اقتصادي كده حصل ما بيننا وما بين افريقيا. طبعا انا عايزاك تعرف ان اسوان اكتر مدينه كانت مركز للتبادل التجاري في المنطقه، بسبب طبعا الموقع الجغرافي لاسوان اللي كان بيقدر يوصلنا بسهوله من مصر للسودان. يعني اسوان دايما لو انت نزلت اسوان وعشت فيها تلاقي فيها سودانيين كتير. طيب ليه فيها سودانيين كتير؟ لان هي موقعها الجغرافي ما بين مصر، يعني ما بين مصر، هي اخر مدينه في مصر قربا لدوله السودان. طيب بالنسبه لبلاد النوبه اللي هي شمال السودان حاليا، كانت مصر بتستورد منهم خشب اسمه خشب الابانوس، وناخد منهم العاج، وبناخد منهم الذهب اللي بيتعمل منه الحلي، وبناخد منهم البخور اللي بنبخر بيه في المعابد والمقابر، بناخد منهم العطور اللي هي البرفانات، وادوات التحنيط دي مهمه جدا، الكروم اللي هو العنب اللي بيتعمل منه النبيت، والزيوت. ومصر كانت بتديهم الحبوب، طبعا زي ما انتم عارفين الغذائيه. مصر كانت دوله زراعيه رقم 1 على مستوى العالم في زراعه القمح والشعير والكتان
والاواني الحجريه والفخاريه والاسلحه والايه والمنسوجات. طيب بالنسبه للنوبه منتجاتهم اتاثرت بطبيعه المنتجات المصريه والصناعات المصريه. يعني مثلا احنا كنا عندنا صناعه اقمشه، هم بداوا يقلدونا، يعملوا نفس الفكره، يستخدموا الخرز في زخرفه الملابس. احنا كان عندنا قوي هشك بشك في الهدوم بتاعتنا، يعني تشوف اللبس الفرعوني زمان تلاقي متزخرف يمين وشمال ويمين وشمال. هم بداوا ياخدوا مننا الفكره دي ويزخرفوا الهدوم بتاعتنا لغايه ما ملك من ملوك الاسره السته، وخد بالك معايا الاسره السته يبقى احنا بنتكلم على عصر الدوله القديمه، بعت بعثه تجاريه لمنطقه النوبه على معاها راجل من كبار الموظفين، وراجل ده اسمه حرخوف. الراجل ده يا جماعه اعظم رحاله في الدوله القديمه، اعظم واحد كان بيهتم بالتجاره ويقعد يتنقل من مكان للتاني ايام الدوله القديمه. ده اسمه ايه؟ الملك او سوري الرحاله حرخوف. اسمه ايه؟ حرخوف. طيب بالنسبه بقى لبلاد بونت اللي هي الصومال، زي ما احنا عارفين من 5 ابتدائي ان حتشبسوت بعتت بعثه تجاريه لبلاد بونت الصوماليه، تاخد منهم ايه؟ تاخد منهم بخور وعاج واحجار كريمه وعطور، وخدت منهم حيوانات نادره زي الزرافه والقرد والفهد. تاني يبقى حتشبسوت بعتت بعثه تجاريه من 5 سفن، تمام؟ وعايزه اقول لك البعثه التجاريه دي هي رسماها ومصوراها عند المعبد بتاعها اللي في الدير البحري اللي في الاقصر، اللي هو في غرب الاقصر، عامله فرح العمده كده يعني عامله نقش كده رهيب جميل بيوضح مدى اهميه البعثه التجاريه دي كانت عندها عامله ازاي. رجع بقى الاسطول الكبير ال5 سفن اللي بعتتهم لبلاد بونت في الصومال، مدينها بقى محاصيل زراعيه نادره ما كانتش موجوده عندنا. خشب الابانوس، طبعا خشب الابانوس ده كنا بنجيبه منين؟ كنا بنجيبه من نوبه، وكنا بنجيبه من بلاد بونت. العاج، البخور، العطور، وزرافه وقرد وفهد والحاجات دي ما كانتش موجوده عندنا. تمام؟ طيب انا كده خلصت لك الدرس الثاني في الوحده الثانيه، واتمنى ان انتوا تكونوا فاهمينه. الدرس ده محتاج تركيز، فيه تفاصيل كتيره شويه، ولكن هو ممتع جدا جدا جدا، وانا معاكم وهنحل مع بعض بعد كده اسئله على الدرس ده عشان تبقوا انتم مأكدين فهمكم للدرس بيه شويه بشويه اسئله ومعلومات. اشوفكم على خير. كانت معاكم مس مارينا عاطف، مدرسه التاريخ والجغرافيا.